السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا الفيديو النهارده فيديو جميل جدا جدا. بصوا يعني مشترك فيه بنتي وكمان اسفه وكمان يعني هي اتحفزت ان هي تعمل العجين الجميل ده، واقول لكم النهارده ان العجين ده هنعمل منه كذا طريقه. تعالوا بينا بس مع بعض كده، تابعي الفيديو من اوله لاخره وشوفي الفيديو ايه احنا ايه استخدمنا فيه. استخدمنا فيه 4 كوبايات من الدقيق ومعلقه ونص خميره ومعلقتين سكر، وطبعا دي كلها المقادير الجافه، المواد الجافه كلها حطيتها، ومعلقه صغيره بيكنج باودر وذره ملح. طبعا شغلت بقى العجين كده، يعني ايه، اخلط المكونات الجافه كلها كده مع بعضيها. بعد كده بقى انزل بالمواد الايه السايله، المواد السايله. سهله خالص خالص. مقادير العجين ده بيضتين، مش هعمله الا ببيضتين، وطبعا هحط ميه. طبعا الميه دي يا جماعه ميه دافيه، ودي كوبايه ميه دافيه، بس هنزل بقى بالتدريج، وهنزل بذره من الفانيليا ومعلقه من الخل اهو، وهنزل بقى بكوبايه الميه دي بالتدريج اهو. يعني كده بقى بدات اعلي بقى العجان. طبعا هي اللي شغاله ايديها اهي، انتوا شايفين، بس انا قلت انا اللي سجلت الفيديو بحيث هي كانت عايزه تسجل، بس انا قلت انا لا اسجل بحيث ان انتوا ايه يعني تبقوا فاهمين من صوتي انا ايه المقادير. طبعا هكتبها لكم في صندوق الوصف. ما شاء الله نزلت بكوبايه، خدوا كوبايه واحده من الميه الدافيه. ان شاء الله العجينه جميله وطريه جدا جدا. هنزل بقى كانت بتلزق معايا سنه، وهو ده المطلوب. هنزل بقى بزبده قد ايه؟ معلقتين من الزبده. المعلقتين دول لازم يكونوا كبار، معلقتين زبده كبار او سمنه تكون عندك. بصوا العجينه ما شاء الله مطاطيه وطريه جدا، هتشوفوها دلوقتي. بصوا اهي بنتي اللي ماسكاها، انا وهي هي عماله تقول لي انا اللي اقول ان انا اللي بسجل، ان انا اللي عاملاها وانا اللي بس انا حبيت ابينها في نفس البوله، وتحتها مسحه من الزيت، واحطها بقى تتخمر فين؟ في نفس البوله. طبعا العجينه دي هشكل منها طريقتين النهارده. يعني العجينه دي ممكن تعملي منها الفطاير اللي هوريها لكم دلوقتي، وهتعملي منها الحلو اللي هوريه لكم برده دلوقتي. بصوا عجينه سهله جدا، والمقادير كلها من قلب المطبخ. هتعملي احلى حلو لاولادك واحلى حادق كمان لاولادك اهو. هغطيها بقى بالستريتش كده، بالستريتش رول، واغطيها برده بفوطه، واحطها بقى ايه لو انت عايزه تسرعي عمليه دي يعتبر اللي عملتيه. انا ما عملتش معاكي انا سبت الفيديو اسمعكم الصوت اللي كان شغال في الفيديو اللي ما بيني وما بينها اهو. طبعا هسيبها تختمر ايه مع نفسها كده. هشيل بقى بعد ما اختمرت ما شاء الله. بصوا برضو دي ايد بنتي، لا دي ايدي انا اهو، طلع منها الهوا. طبعا هقسم العجينه دي، يا بنتي واقفه جنبي اهي، اقسمها على جزئين. اول جزء اقول لكم هنعمل بيه ايه، وجزء التاني هشيله بس كده على جنب، واقول لكم برضو هعمل بيه ايه. واحده واحده كده مع بعض ايه هنشتغل. اقطعه بقى الكور كده، اطلع منه كور. الكوره على قد الليمونه كده بالظبط، يعني ما تكتريش الكوره، على قد الليمونه. وجبت ورق زبده كده. انتوا فهمتوا انا هعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل دونت. طبعا قطعه صغيره جدا، لان لما تختمر هتشوفوها ما شاء الله هتبقى عاليه اهو. قطعه قد الليمونه بالظبط. حطيها في ورق الزبده عشان لما تيجي تنزلي في الزيت، والزيت معاكي يكون في الاول سخن، وبعد كده بقى ايه توطي النار عشان يستوي معاكي الدنيا. بصي العجينه ما شاء الله طريه جدا وعاجبه بنتي قوي 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 اهو. كورها وهحط بقى في ورق الزبده كده، وهسيبها برده تختمر للمره التانية 10 دقايق كده، اغطيها واسيبها تختمر. طبعا قطعه العجين التانية انا مش هقول لكم دلوقتي انا هعمل بيها ايه، انا انزلها لكم في فيديو تاني اهي. بصوا هقول لكم انا هعمل بيها ايه في فيديو تاني. بس مش عارفه بقى الفيديو اختلط، لا لسه ما نزلش. هنزله لكم فيديو تاني ان شاء الله بكره، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. واقول لكم انا هعمل بيها ايه برضو حلو من نفس العجينه، يعني ب4 كوبايات دقيق هتعملي دونتس، وهتعملي منه كمان حلو كمان اهو. طبعا بصوا الزيت سخن، انا قلت بس اشوفه سخن ولا لا، لقيته سخن على طول. اول ما بتنزلي ورقه الزبده كده في قلب النار، في قلب الزيت، بتلاقيها يعني اتسلتت منك كده على طول
ما شاء الله. النار بقى سخنه، الدونتس العجينه بتختمر اكتر. بصوا بتعلى ايه ما شاء الله، بس حاولي توطي النار عشان النار ما يتحرقش منك. طبعا هو مش محروق يا جماعه، هو لونه جميل جدا، احنا بنحب لونه بس يكون ايه محمر شويه، مش يكون لون جلد كده، لا اغمق سنه. طبعا هنا دول كانوا اخر اتنين اهو، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هنا جبت معلقه، تجيبي بقى شوكه، تجيبي اي حاجه بحرفها كده وتخرمي خرم بعد ما حمرته بقى. وجبت بقى شوكولاته. طبعا عندك اي شوكولاته، بس الشوكولاته تكون يعني سريعه الذوبان، تكون سايحه كده، وتحطيها بقى زي ما انت بالكيس كده، تدخليه في قلب الخرم. ما شاء الله يطلع معاكي احلى دونتس. بصوا ما شاء الله هش وجميل ومستوي زي الفل. الشوكولاته كده غرقانه غرقانه غرقانه. بصي يستاهل بقكم، عمالين بصوا عايزين يخطفوا الدونتس كده. طبعا الفيديو النهارده كان جميل جدا، انتظروني بكره ان شاء الله باحلى فيديو هتشوفوه. العجينه التانية لكل الناس بتعشقها هعملها بكره ان شاء الله، وهوريكم هطلع منها ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ب4 كوبايات دقيق هتاكلي احلى مخبوزات ممكن تاكليها. وكده الفيديو انتهى، ما تنسونيش بدعوه حلوه، وما تنسونيش بقى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.